لحد سنة فاتت تقريبا كنت بشتغل كل الحاجات اللي في المجالات المتخصصة بتاعة طب الأسنان. بشتغل أطفال وبشتغل حشو وبشتغل حشو عصب وبعمل خلع وتنظيف جير وطبيب، كل الحاجات اللي ليها علاقة أو اللي هي خارج عن مجالي الأساسي اللي هو الزرع والتركيبات كنت بعملها لحد سنة فاتت. وكان أوقات بيحصل إن الحاجات اللي أنا بعملها دي زي ما بيحصل مع دكاترة كتير جدا بتفشل، أو العيان بيرجع لي مرة تانية بوجع، أو حشوة وقعت مثلا، أو وشه وارم، أو معرفش ينام الليلة اللي قبلها. وهنا بدأت أسأل نفسي، طب هو ليه أصلا بيحصل الحاجات دي؟ طب هو ليه الواحد ما كانش يبقى من نفسه كده أول ما يحصل له أي مشكلة الموضوع بيخلص ما بينه وما بين نفسه؟ هو لازم يروح لدكتور والدكتور يعمل وبعد كده يرجع يعيد، موضوع كبير قوي. لحد ما نورت في دماغي معلومة، المعلومة دي احنا درسناها من أيام ما كنا طلاب. المعلومة دي بتقول إن ربنا حط خلايا جوه العصب بتاع كل سنة أو ضرس موجودين عندنا علشان يوقفوا التسوس، أو علشان يعملوا على إعادة بناء جزء معين من السنة ويحافظوا على العصب ان هو يلتهب. ايه ده؟ معقولة هو في حاجة ممكن تبقى بالشكل ده؟ خليني اخدك كده رحله سريعه جدا جوه تركيب السن او الضرس واقول لك الموضوع بيمشي ازاي. اول حاجه، اي ضرس عندك بيتكون من ايه؟ من 3 طبقات. اول طبقه بتبقى طبقه المينا اللي هي باينه في بقنا دي، اللي هي بيبقى لونها ابيض، ودي تكوينها الداخلي بيبقى عباره عن عصيان صغيره كده. تاني طبقه بيسموها طبقه العاج، ودي بيبقى لونها اصفر شويه، اطرى شويه، وتبقى عباره عن قنوات او زي الانابيب يعني. والطبقه الثالثه اللي هي احنا بنسميها العصب بتاع الضرس، او بيسموها في الكتب اللب او قلب الضرس نفسه. القلب ده بيبقى متحوط من كل الاتجاهات بالعاج وبالمينا بحيث ان هو يبقى كأنه مقفول عليه. العصب ده نسيج طري، يعني مش جامد مش صلب زي المكونات اللي محوطاه. خلينا اديلك مثل بسيط كده يوضح لك اللي انا بقوله. تخيل نفسك جبت بالونه صغيره، نفختها حبه صغيرين، وبعدين بنيت حواليها مثلا اسمنت، تمام، لحد ما نشف محوط بيها كويس، وبعدين جيت حاول تنفخ البالونه بشكل تاني او بشكل كبير. هل البالونه هتتنفخ؟ هل الاسمنت ده هيتكسر؟ لا. طب ايه اللي هيحصل؟ البالونه هتبقى مضغوطه جوه الاسمنت ده. طب لو حاولت تنفخها اكتر، طب لو زودت كميه الهواء اللي داخله جوه البالونه، يمكن تكون دماغك دلوقتي بدات تصدع من احساس ان في حاجه مضغوطه جامد جدا. وهو ده بالظبط اللي بيحصل لنا لما بيحصل الوجع اللي بيجي لنا في وقت العصب، وده هنشرحه بعدين. نرجع حته بقى كده، لب السنه اللي احنا بنسميه العصب ده بيبقى طالع منه جوه الانابيب بتاعه العاج اطراف او نهايات عصبيه، هي دي بالظبط اللي بتخلينا نحس بالوجع. خليني اقول ان سبحان الله من رحمته بينا ادانا النهايات العصبيه دي علشان تبقى عامله زي قرون الاستشعار، زي بقيه الكائنات اللي عندهم قرون استشعار بيحسوا بيها بالحاجات اللي حواليهم. احنا كمان عندنا كده، ودي نعمه كبيره جدا يمكن كتير مننا مش بيقدروا يدوا لها حقها. طب ايه اللي بيحصل؟ اول ما يحصل تسوس او كسر في السنه او اي حاجه ممكن تسبب خلل في تكوين السنه، بتبدا قرون الاستشعار دي او النهايات العصبيه اللي هي داخله جوه قنوات العاج تبدا تحس ان في مشكله. سبحان الله، هو ربنا مصممها كده. اول ما تحس ان في مشكله تبدا تدي اشارات للعصب، الحق ده في مشكله، ده احنا داخلين على ورطه، الحق اتصرف. فتبدا تحس بالم. الالم ده هو المنبه، هو الالارم، هو اللي بيديك احساس ان في مشكله، ابدا اتصرف. طيب عرفنا ان في مشكله وبدات احس بوجع، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا جسمي لو انا عندي جهاز مناعي سليم يطلع الخلايا اللي ربنا حطها لنا بشكل كويس، تبني او تعمل طبقة جديدة من العاج، والطبقة دي بتبقى قوية جدا وما تخليش التسوس يوصل لحد العصب. ففجأة تحس ان مفيش وجع، او فجأة تلاقي الموضوع راح. او في ناس كتيرة جدا يقولك الضرس ده كان بيوجعني من سنين وبعد كده خلص، او بعد كده ما حصليش منه اي مشكلة خالص، او بعد كده الموضوع راح تماما. ايا كان، خليني اديلك مثل تاني علشان يوضح لك الصورة بشكل كويس. نتخيل دلوقتي ان في مملكة، والمملكة دي فيه زي الحراس او النضرجية اللي بيبدأوا يشوفوا من بعيد هل في جيوش جاية عليهم، هل في حد بيحاول يهاجمهم او لا. ولما شافوا من بعيد ان في حد بيقرب من بعيد قوي، بدأوا يدوا اشارات
الجيش بتاعهم اللي هو اصلا موجود واصلا مستعد واصلا عنده كل القدرات والامكانيات ان هو يدافع عن المملكه دي، الحق ده في ناس قربت علينا من بعيد واحتمال ايه يهاجمونا. يبدا الجيش يعمل ايه؟ يبدا يحصن نفسه بشكل كويس علشان يحمي المملكه دي. ده بالظبط اللي بيحصل عندنا، وده بالظبط الجهاز المناعي اللي ربنا حاطه في جسمنا علشان يمنع الامراض ان هي تدخل لنا ويوقف احساسك بالالم. في حد هيجي يقول لي طيب ما هو من البدايه ليه اصلا بقى الخلايا بتاعتنا دي ما طلعتش ماده العاج اللي هي بقى زي ما بتقولي قويه وحلوه وبتحمي من كل حاجه؟ لان ما كانش فيه داعي، لان الطبقه اللي ربنا حاططها لك دلوقتي هي هتستحمل الظروف اللي انت هتعيش فيها لو الدنيا معاك ماشيه كويس، لو انت ما اخلتش بالنظام ده. طب ولو اخليت بالنظام ربنا برضو هيديك فرصه تانية وحاطط لك الحاجه اللي تبدا تدافع عنك. طب لو اخليت بقى تالت، لا انت حر بقى اتصرف. الغريبة بقى ان كل دكتور سنان بيتخرج من كلية طب الاسنان عارف المعلومة دي وعارف قد ايه ان احنا عندنا الميزة دي وعندنا القدرة دي. طب احنا ما كناش بنستخدمها ليه؟ ليه مش بنقول للناس اللي بتجيلنا وهي بتشتكي من اوجاع كتيرة والام كتيرة ان في حل يقدروا يستخدموه، ان في حاجات كتيرة تقدر تساعدهم؟ وخد بالك انه مش بس المعلومة دي مهمة علشان تساعد دكتور السنان، لا، في اجراءات اوقات هتضطر ان انت هتعملها، اوقات هيبقى لازم تعمل حشو، اوقات خلاص الموضوع فلت منك او جيت متاخر فجسمك ما بقاش عنده القدره ان هو يدافع، فالموضوع بدا يزداد سوء. لكن لو انتبهت للخاصيه اللي موجوده جواك دي واللي مرتبطه كويس جدا بجهازك المناعي وحالتك النفسيه، هتبدا تخلي الاجراءات اللي هيعملها الدكتور بقى ايا كانت، هي جراحه، هي زرع، هي خلع، هي حشو، تلم بشكل سريع وما تبقاش محتاج انك انت تاخد ادويه كتير. طيب قولي لنا بقى نعمل ايه علشان الموضوع يبقى سهل كده وما نحسش بالوجع بالشكل اللي انت بتقولي عليه ونقلل احتياجنا للادويه او للدكاتره؟ وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو الجاي.